السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما عملش لايك ينزل يعمل لايك، واللي مش مشترك عندنا يشترك، واللي مش مشترك وما بيوصلوش اشعار بالفيديو بتاعنا يلغي الاشتراك ويشترك تاني عشان خاطر يوصل له اشعار بالفيديو بتاعنا. والفيديو ده طبعا اتأخر عليكم، طبعا الفيديو ده كان المفروض ينزل من حوالي 3 شهور او شهرين 3 شهور بالظبط، عشان انا كنت بعمل في الشقه في شهر 6. لو انتوا شفتوا الفيديوهات اللي قبل كده قبل فيديوهات المصيف، يعني انا اخر فيديوهات عندي على القناه اللي هي فيديوهات المصيف. الفيديوهين اللي قبليهم كان بسبب تجديد الشقه، بس للاسف بقى دخل علينا بقى شهر 6 ده. انا كنت مخلصه اول 6 ودخل فرح اخويا في نص 6. يا رب يفرحكم باولادكم يا رب، واللي ما اتجوزش يتجوز ان شاء الله، ويرزق البنات بالزوج الصالح، ويرزق الولاد بالزوجه الصالحه، ويرزق الجميع بالذريه الصالحه. زي ما انتم شايفين بقى، زي ما قلت لكم بقى الفيديو ده طبعا اتاخر. انا الشقه كانت طبعا زي ما انتم شفتوا، احنا عندنا السقف كان بايظ بسبب الساكن اللي فوقينا، فاحنا بقى ايه قلنا هنعمله كده، جبنا اللي هو بتاع الجبسن بورد، عمل لنا سقف زي عشان خاطر منع ان احنا ننزل اللي هو كان يعني جه بتاع النقاش قال لازم السقف ده ينزل خالص يجي على الحديد، فما كانش هينفع عشان خاطر احنا قاعدين في الشقه. فجبنا الجبسن بورد بتاع الجبسن بورد، قال ينفع يتعمل سقف من نفس الخامه بتاعه الجبسن بورد. وهنا بقى هنا كده بقى زي ما انتم شايفين، انا هنا بوريكم بقى كمان، فاكرين اللي متابعني هيعرف اللي انا بتكلم فيه. الارفف دي كانت موجوده جنب التلفزيون وتحت التلفزيون، بس بقى بعد ما جددنا كده قلت بقى هتشوفوا الحيطه الموجوده دلوقتي اللي هي بتاعه التلفزيون، انا ما حبيتش اداريها بالارفف، فجيت بقى في الكورنر دوت رحت حاطه 3 ارفف بس. طبعا انا عندي كنت عامله رفين صغيرين ورفين وسط ورف كبير، هتشوفوا دلوقتي الرف الكبير فين، وعندي رف بقى واحد من اللي هم المتوسطين ده هم اللي شلتهم. يعني انا حاطه رفين اهم زي ما انتم شايفين، رفين صغيرين وحاطين بقى ايه الرف المتوسط. وخليكم معايا لاخر الفيديو هتشوفوا التجديدات اللي اتعملت في الشقه كلها. يعني انا هصور معاكم النهارده الريسبشن كله على بعضه بالسفره، طبعا جددت السفره بكل حاجه، وان شاء الله هبقى اصور معاكم الاوض برده، هوريكم الالوان بتاعه الاوضه. اول حاجه بقى زي ما انتم شايفين، وده الرف بقى الكبير حطيته بقى تحت التلفزيون كده، قلت احط عليه الرمودات، احط عليه المصحف. بس الغلطه الوحيده اللي احنا نسينا نعملها، ان احنا نسينا نعمل اللي هو السلك بتاع الدش. السلك الدش بيتعمل داخلي برضو في الحيطه ويتدكك. هتشوفوا بقى ايه، هوريهولكم بقى ايه في اوضه النوم. يعني احنا عملنا الحركه دي في اوضه النوم، عملنا السلك الدش خارجي ما بقاش ماشي على الحيطه كده، بس للاسف دي الغلطه الوحيده اللي احنا عملناها، ان احنا ما عملناش، نسينا يعني نعمله. وبعد كده بقى هنا انا بوريكم بقى ده الجنب دوت احنا عاملينه قطيفه لوحده، يعني الجنب الوش ده، عشان كده انا ما حبيتش احط فيه ارفف خالص عشان خاطر يبقى ايه شكل الحيطه ظاهر. قلت ممكن ابقى اجيب عليها برواز كده، لكن ما احطش الارفف دي عشان خاطر يبقى الشكل ايه واضح. وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين احنا سايبين الانتريه بقى كده. انا بصراحه من ساعه ما شلت الكسوه بقى لي يجي سنه او اكتر، يجي سنتين ما بقيتش عايزه احط كسوه، بس بقى بفرش عليها بيضات كده. قلت بقى ايه افرش البيضات بقى زي ما انتم شايفين بقى كده معاكم. وقلنا بقى نمسح الشقه برضو، همسح الريسبشن معاكم، وقلت اوريكم بقى ايه الشقه بعد التجديد، هوريكم كل حاجه فيها. وزي ما انتم شايفين بقى كده الصينيه دي انا كانت صينيه عاديه، كنت انا حتى بعمل فيها البيتزا لو انتوا تتفرجوا على الفيديوهات معايا، كانت صينيه عاديه، بس بعد كده ايه لقيتها كده اللون بتاعها غير ومش صحيه يعني، فجبت كده سبراي، بس لسه عايزه اجيب واحد فاتح عشان خاطر الدرجه دي طلعت غامقه شويه بس شغاله، بس لو جبت لها الافتح بقى هتفتحها اكتر. نزلت رشيتها بقى كده وحطيتها بقى ايه منظر اهو. وهبدا بقى اكمل معاكم برضو كده، هنفض بقى الانتريه كده عشان خاطر، واستنوا بقى معانا لسه بقى روتينيات المدارس ان شاء الله اللي هي قبل المدارس. عايزين بقى نطبق مع بعض الدولاب، وعايزين نبدا بقى نغسل بقى في سجاد كده عايز يتغسل. يعني انا شايله سجاد بصراحه ما غسلتوش، ما اكدبش عليكم، انا يعني انا كنت دايما حتى معاكم اي سجاد بشيله بغسله، بس للاسف بقى يعني ساعه البياض ومش عارفه ايه، يعني في سجاد كده ما قدرتش اغسله، عايزه بقى اغسله، لا اما اوديه حد يغسله بره. يعني في سجادتين غسلتهم بره، وفي سجادتين متعانين برضو عايزين يتغسلوا، اوديهم لا اما لحد لا اما اشيلهم اغسله. ودي السجاجيد اللي انا كنت فرشاها في العيد بس نضيفه، يعني هو بس شعر دقدق وبنضفه كده، وبفرشهم عادي تاني اهو زي ما انتم شايفين بقى كده.
هبدأ بقى افرش. نفضت كده برضو الانتريه ونفضته من الظهر برضو. الكنب من ورا كان عايز يتنفض، نفضته بقى. وهبدأ افرش البيضات بقى كده، وابدأ اشيل برضو اكنس كده وابدأ امسح. طبعا بقى بقالنا فتره ما عملناش مع بعض روتينيات، بس بصراحه انتوا مش بتشجعوني. يعني احنا بلاقي متوسط المشاهده مش عالي قوي، ضعيف. وبلاقي في نفس الوقت اللايكات مش مفيش لايكات. فعشان كده ايه مش بنشجع بعض. يعني شجعونا عشان ننزل مع بعض روتينيات. وبعد ما خلصنا بقى زي ما انتم شايفين فرشنا بقى البيضات بتاعه الانتريه كلها. هنبدا بقى نكنس بقى كده عشان نشيل السجاد. بس نفس السجاد هفرشه. يعني انا حتى عملت تنظيف جاف كده السجاد ده. بس ساعات الواحد بيعمله تنظيف جاف بالفرشه كده، وهاتي شويه ميه على صابون وبالفرشه كده بتبلي الفرشه، بس ما بتدلقيش ميه، بس بتبلي الفرشه في الميه بصابون دي او ميه بربس او اي حاجه، وتروحي ايه دعكه يعني بتبليها وتروحي عامله السجاد فيها شعر فيها اي حاجه بقى بتطلع كده، وتروحي شايلاها ايه مهوياها. بس يعني في السجاد كتير لما بيتغسل كتير بيبوظ. يعني في انواع من السجاد كده. ففي سجاد الواحد بيعمله تنظيف جاف وبيبقى نظيف على فكره. يعني بتهويه اهم حاجه. وفي نفس الوقت بتعمليه بالفرشه كده ما بيتهلكش كتير زي ما بتغسلي السجاد على طول. حد بيعمل نفس الطريقه كده؟ حد بيعمل السجاد اللي هو التنظيف على الجاف كده زي ولا لا؟ يعني انتوا لو بتعملوا كده عرفوني. وزي ما انتم شايفين بقى كده خلصنا بقى كده، لمينا السجاد وبدات اكنس بقى كده. كنست الاول السجاده ولميتها، وهبدا اكنس بقى من تحت الكراسي من وراها كده وازقها الكنب والكراسي علشان ابدا امسح بقى كده معاكم. وقلت بقى الاول امسح الترابيزه برده كده عشان للاسف نسيت. المفروض الترابيزه كانت اتمسحت كمان قبل ما اكنس وكده. اهو زي ما انتم شايفين هبدا امسحها برده كده، وابدا امسح الارضيه بقى. وتعالوا بقى اتفرجوا على اوريكم بقى ايه يعني هقول لكم ايه الحاجات اللي اتعملت. انتوا شايفين طبعا الاوضه، بس هعرفكم ايه الحاجات اللي اتعملت. يعني حبه حاجات لو انتوا يعني بتوضبوا او كده في الشقه ممكن تاخدوا بالكم منها. يعني اهو زي ما انتم شايفين بقى كده انا بوريكم فوق كده. انا كان عندي التكييف هنا كده كان في مفتاح كده من فوق. فلما جينا نعمل الكهرباء كان اللي هو اللي بتاع التكييف قال اعملوا المفتاح الاوتوماتيك ده بس جنب التكييف. فالكهرباء قال طب وليه ما احنا نجيبها هنا بحيث ان الحيطه دي تبقى فاضيه خالص. وفي نفس الوقت بقى زي ما انتم شايفين ده بقى السقف المعلق او الجبسن بورد. وفي بقى اللونات بقى اللي انتم شايفينها دي برضو بتعمل 3 انوار هتشوفوهم برضو كده معانا. وهنا بقى انا بوريكم برضو الحاجات اللي هي في العمدان دي. يعني احنا لما جينا نعمل وكده النقاش قال لا على فكره ما بقاش حد يعمل خشب. الاول كانت عندنا الخشب اللي هي اللي في الكورنر ده في العمدان، قال لا ما بقاش حد يعمله، بيعمل اللي هو دوت. ده طبعا عشان احنا بيج، هو في منه فضي وفي منه ذهبي، فاحنا عشان خاطر اللون ماشي مع البيج فاحنا جبنا اللون الذهبي. لو انتوا بقى يعني حد عامل دهان فراني على اوف وايت على الحاجات دي ممكن يجيب اللي هو ايه الفضي. بس انا يعني بحس ان هو بينطق الدنيا. يعني الكورنر اللي هو الستانلس ده اسمه ستيل، رود ستيل. يعني انا كنت جايباه الواحد ب50 جنيه. ده الكلام ده من حوالي شهرين، بس مش عارفه دلوقتي بكام. بيجي من عند الموين اسمه عود ستيل. كل عمود طبعا زي ما انتم شايفين بقى عدد زي ما انتم كده هتعدوا اللي عندكم وتجيبوه. وبكده بقى زي ما انتم شايفين خلصنا بقى الاوضه كده. واحنا برضو وريناكم كده السقف المعلق او الجبسن بورد زي ما انتم بتقولوا. وهنا برضو الحيطه القطيفه دي جميله قوي. وعلى فكره فض قطيفه، بس هو للاسف يعني ايه قال مش هينفع يعني ايه يعمل منها تاني حيطه تاني. كنت نفسي لو كده لو هي فعلا اعرف ان هي هتزيد بزياده كنت عملت ورا النيش. هتشوفوا بقى الحته اللي ورا بس ما كانتش هتبان برضو. هو كده يعني ايه عادي حلو. وبوريكم هنا بقى في الاضاءه المره البيضاء والمره الحمراء. بصوا بقى الاضاءه الحمراء هو بيدي 3 اضاءات. في اضاءه بيضاء اللي هي اللون المعموله دي اللي هي معموله في الجبسن بورد في بيدي 3 انوار. وبعد كده بقى تعالوا شوفوا بقى كمان لو انتوا فاكرين برضو لو انتوا كنتوا متابعيني هتعرفوا السفره كانت شكلها عامله ايه. انا بقى ايه رحت جبت طبعا السفره عندي كانت اتهلكت، حتى الكراسي كانت اتفككت من تحت من بعض. فقلت بدل طبعا هروح ابيعها مش هتجيب حاجه. فجبت القماش بقى لوحده اهو زي ما انتم شايفين. انا اشترطت على المنجد ان انا اجيب القماش عشان خاطر ايه يعني موضوع الانتريه عندي لما للاسف لما انا جيت انجده ما قلتلوش هجيب القماش بس طلعت غلطه. فانا بصراحه الجلد المقلوب حلو، فروحت جبت بقى ايه جلد مقلوب انا اللي جبت له القماش وهو خد المصنعيه بتاعته.
اهو عملوا بقى بطنه. طبعا انا كان عندي الخشب من فوق باين، لكن هو ايه هنا بطنهولي. وما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب، والسلام عليكم.